السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم اليوم البنات؟ بغيت نشارك معكم هاد الحلوه اللي كتجي هشيشه بزاف، كتذوب في اليد قبل ما تذوب في الفم. عجبتني وقلت نشاركها معكم. كنوجد الحلوه ديال العيد كما كتشوفوا البنات معايا هنا المقادير. كما كتشوفوا معايا عندي الزبده، عندي صفر البيض، عندي هنا سنيده، وعندي كاس الزيت، وعندي جوج فانيلات وجوج خمارات. كما كتشوفوا هاد الفانيلات انا غنستعملهم في هاد البيض ديال البيض. انا عندي البيض قسمته، الصفر ديال البيض غنديرو في الحلوه، والبيض ديال البيض غنديرو باش نديكوري الحلوه. كما كتشوفوا دابا درت الزبده مع سنيده ونخلط هاد المكونات كاملين حتى يتجانسوا مع بعضياتهم، ونزيد الزيت حتى هي، ونخلط كامل هاد المكونات حتى يتجانسوا مزيان مزيان مزيان. كما كتشوفوا معايا دابا، كما تشوفوا معايا غنخلط كامل هاد المكونات، ومن بعد نزيد عليهم المكون اللي بقى، ال نزيد عليهم هداك صفر البيض اللي عندي. كما كتشوفوا معايا غنزيدو دابا، نخلط كامل هادشي مزيان مزيان مزيان. ومن بعد نزيد جوج خمارات ديالي، ونزيد الدقيق. وغادي ندير هاد نزيد جوج خمارات ونزيد الدقيق، وغندير الدقيق غير شويه بشويه، شويه بشويه، شويه بشويه، باش ما نزربش ونكب الدقيق بمره. نكب شويه بشويه ونخلط باش يجيني القوام ديال الحلوه، ما يجينيش زعما، ما يجينيش قاصح بزاف وما يجينيش هشيش. خاصني ما يجينيش زعما لين بزاف ما نقدرش نتحكم فيه. خاصني نديرو زعما يكون شاد فراسو شويه، ونقدر ندير فيه نشكلو على شكل كريات، باش نوريكم الطريقه كيفاش كتجي البنات. قبل ما نبدا نشكل الكريات ديالي ونصايب الحلوى، فغادي ندير هذاك الكيس فانيلا غنديرو في بيضه، حيت باش يحيد لينا ديك الزفوريه ديال البيض، ويعطيها واحد النسمه، ويعطيها واحد زعما النسمه تكون زوينه. المهم حيت عارفين نتوما الصفر ديال البيض ديك الزفوريه ديالو كيفاش كتكون. وعندي هنا كاوكاو مهرمش كما كتشوفوا معايا، يكون مهرمش. كنشكل كاع الكريات ديالي وكنديرهم في هذاك البيض اللي خلطته مزيان مزيان. كما كتشوفوا معايا حتى ولا بحال هكا. وكندير الكريات ديالي في في كاوكاو مهرمش، وكنتقبو بحال هكا. كنحط هذيك الكريه وكنتقبها بيدي. ممكن تقبوها باي حاجه بغيتو، انا تقبتها بيدي وكندير الكوفيتير. ممكن البنات هاد ديروا الكوفيتير، ممكن ديروه في الاول، ولكن انا كنفضل انكم ديروه في الاخر. ملي طيب كاع، ملي تصايبوها وديروا ليها الكاوكاو وتحطوها في الطاوه وديروها طيب، ملي تخرج ديروا ليها ديك الساعه الكوفيتير غيكون حسن. حيت الا درتوها في الفران شويه كيطلع داك الكوفيتير. فانا في الطاوه الاولى صايبتها ودرت الكوفيتير في سميتو، الطاوه الثانيه صايبتها وما درتش ليها الكوفيتير حتى خرجت. كما كتشوفوا معايا هذا هو الخطأ اللي زعما ما بغيتكمش تطيحوا فيه كما طحت فيه في الاول. هي ما خرجتش زعما خايبه بزاف، ولكن غيكون من الاحسن، حيت حنا زعما كنركزوا على الديكور حتى هو يجي زوين. كنتمنى تعجبكم.